جسمك كله بيوجعك، تحاليلك سليمة والأشعاعات سليمة، الناس بتقولك أنت مكبرة الموضوع أو أنت بتبالغي أو حتى الوجع ده من دماغك. الكلام ده بنسمعه كتير جدا، خصوصا من ستات اتقال لهم سنين إنهم بيبالغوا. بس خليني أقول لكم حاجة مهمة، مش كل ألم حقيقي لازم يبان في تحليل أو أشعة. والفهم الطبي حاليا بيقول إن النوع ده من الألم ممكن يكون حقيقي جدا حتى لو مش ظاهر في التحاليل والأشعات. تعالوا نفهم واحدة من أكتر الحالات اللي عاملة جدل والناس فهمها غلط، الفايبروميالجيا أو متلازمة الألم العضلي الليفي. أنا دكتور أحمد شميس وجاي أكلمكم كلمتين في العظم. سلام عليكم. في الفايبروميالجيا المريض أحيانا بيتعب من الناس أكتر من المرض نفسه، لأن الألم مش باين في تحليل ومش واضح في أشعة، فالناس تبدأ تشك في الوجع، لكن ده مش معناه إن الوجع مش حقيقي. أول اعتقاد خاطئ، طالما التحاليل طبيعية تبقى كويس. مريض الفايبروميالجيا غالبا نعمل له تحاليل تطلع طبيعية، نعمل له أشعات طبيعية، لكن ده شخص بيتألم فعلا. طب إزاي؟ أقول لك، تخيل إن عندك جهاز إنذار ضد الحريق في البيت، المفروض يشتغل وقت الحريق بس، لكن تخيل إن الجهاز بقى حساس بزيادة لدرجة إن الإنذار بيشتغل لو واحد ولع سيجارة أول الشارع. ده اللي بيحصل في الجهاز العصبي في الفايبروميالجيا. المخ والحبل الشوكي بيبقوا حساسين زيادة للألم، فيضخموا إشارات الألم بشكل مبالغ فيه، فيبدأ الجسم يبالغ جدا في استقبال أي إحساس عادي هو في الطبيعي كان هيطنشه. أي مجهود خفيف، قلة نوم، توتر، حتى لمسة أحيانا، المخ يترجمها كألم مبالغ فيه. يعني المشكلة مش إن المريض بيتخيل، المشكلة إن جهازه العصبي نفسه بقى حساس زيادة. جملة الفايبروميالجيا مرض نفسي دي من أكتر الحاجات المؤذية للمريض. صحيح التوتر والقلق وقلة النوم ممكن يزودوا الأعراض جدا، لكن ده لا يعني إن الألم وهم. زي ما التوتر ممكن يزود القولون العصبي أو الصداع أو يرفع ضغط الدم، كمان ممكن يزود آلام الفايبروميالجيا، لكن المرض نفسه موجود وحقيقي. الدراسات عن طريق تصوير المخ أثبتت اختلافات فعلية في طريقة تعامل المخ مع الألم عند مرضى الفايبرو. يعني الألم موجود فعلا في دماغك، لكن بالمعنى العلمي الحرفي مش بالمعنى الاتهامي التنمري اللي بعض الناس بتقوله. مريض الفايبرو ممكن يحس بأعراض يحسها ملهاش علاقة ببعض، تكسير في الجسم كله، إرهاق طول الوقت، يصحى من نومه تعبان، تنميل، صداع، صعوبة في التركيز، وده مشهور باسم ضباب الدماغ أو برين فوج. وعشان كده ناس كتير تلف على تخصصات كتير جدا قبل ما حد يفهم أصل المشكلة. الراحة هي الحل، دي غالبا من أكبر الأخطاء لمريض الفايبرو، لأن كل ما الحركة تقل التحمل يقل والجهاز العصبي يبقى حساس أكتر، فالألم يزيد فالحركة تقل فالتحمل يقل، ونلف في دايرة مغلقة. علشان كده التعامل مع الفايبروميالجيا مش قصة مسكن ولا روشتة سحرية، لكن خطة علاجية كاملة بتشمل الحركة التدريجية، التمارين المناسبة، تحسين النوم، تقليل التوتر وتنظيم المجهود. وده هو اللي بيؤدي للتحسن إن شاء الله، حتى لو التحسن بيكون تدريجي وبطيء شوية، لكن مع فهم المشكلة والتعامل معها صح نقدر نهدي الجهاز العصبي تاني. بس مهم جدا، مش أي حد جسمه كله بيوجعه نقول عليه فايبروميالجيا. التشخيص الصح لازم يستبعد أسباب تانية مهمة الأول، زي مشاكل الغدد، نقص بعض الفيتامينات، أو أمراض روماتيزمية ومناعية. كمان التشخيص المبكر بيفرق، كل ما تأخرنا كل ما الجهاز العصبي يتعود على دايرة الألم أكتر، فيبقى التحسن محتاج وقت ومجهود أكبر. بس ده لا يعني إن التحسن مستحيل. أخيرا حابب أقول حاجة مهمة، أحيانا مجرد إنك تقول للمريض اسم الحالة اللي عنده وتفهمه إنك متفهم إن الألم حقيقي، ده لوحده بيريحه نفسيا جدا، لأن أسوأ جزء في الفايبروميالجيا أحيانا مش الألم نفسه، لكن إحساس المريض إن محدش مصدقه. فلو تعرف حد أو حدة عندها ألم مزمن والناس فاكراها بتتدلع، ابعت لها الفيديو ده يمكن تحس لأول مرة إنها مفهومة. ودعواتي لكم بتمام الصحة والعافية.